بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنبدأ مع بعض النهاردة سيشن مهم جدا في السوبر سيلز جيم بتاعنا. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتهم كل البياعين العقاريين، وهي تقييم العقار او معايير تقييم العقار. نبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هو العميل بيشوف العقار ازاي؟ العميل بيشوف العقار ازاي؟ اول حاجه تعال نفكر في الشكل اللي قدامنا ده. اول حاجه الناحيه اليمين، لو انت مثلا بترسم دلوقتي قدامك، ويا ريت طبعا يكون معاك ورقه وقلم، لان مفيش علم من غير كتابه. لازم عشان تتعلم تكتب. فانت هتكتب، هتحط زي مربع كده، ده اليمين، وفي العميل على الشمال. كويس. المربع ده تكتب عليه ايه؟ اول حد البائع، والعقار، والمطور. بالمناسبه احنا لما بنقول كلمه عقار، يعني ايه كلمه عقار اصلا؟ يعني عقار يساوي وحده زائد مشروع. احنا عمرنا ما بنبيع وحده بس، لازم الوحده تبقى جوه مشروع. وعمرنا ما بنبيع مشروع الا لو عميل طبعا بسم الله ما شاء الله اشترى مشروع بحاله. فده طبعا يعني انا ما شفتوش قبل كده ان عميل بيشتري مشروع كامل يعني. شفت قبل كده ديلز، بالك ديلز، يعني دخلت مره في وساطه في بيعه مول كامل على بعضه كله، يعني لوكشه واحده كده. بس ده طبعا مره في العمر يعني. كويس. الناحيه اليمين فيها المطور والبياع والعقار، الناحيه الشمال فيها العميل والمؤثرون على قراره. السؤال بقى هنا اللي بسأله للبياعين: العقار بالنسبة لك هو كل حياتك ولا جزء من حياتك؟ بص يا جماعة، العقار، أنا أسألك سؤال على طول عشان بس الأمور تبقى واضحة. أنت بتفكر كام ساعة في اليوم في العقار؟ اللي شغال في العقارات يا جماعة، المحاضرة دي بوجهها لبياعين العقارات، فمش هكلم البياعين غير عقارات. خلاص كده؟ طيب بياعين العقارات، أنت بتفكر كام ساعة في العقارات؟ مش أقل من 12 ساعة. صح ولا انا غلطان؟ طيب في حاجه في حياتك بتفكر فيها 12 ساعه في اليوم؟ حتى اسرتك، حتى اولادك، حتى زوجتك، حتى زوجك، هتلاقي نفسك بتفكر فيها اكتر من نص اليوم. فده معناها انها ايه بالنسبه لك؟ هي كل حياتك. فانت لما تبص من عينك انت للعقار، هتلاقي العقار حجمه قد ايه؟ كبير جدا. هتلاقي العقار، لما تبص للعقار تلاقيه ضخم جدا. ليه؟ لانه مهم جدا بالنسبه لك، هو كل حياتك انت. تعال نشوف بقى من عين العميل. العقار بالنسبه له هو كل حياته ولا جزء من حياته؟ جزء صغير جدا من حياه العميل. العميل امتى بيفكر انه يشتري العقار؟ طيب انا هديك مثال تاني. التلاجة، دايما المثال اللي انا بقوله، التلاجة اللي في بيتك، انت بتفكر فيها في عقلك الواعي ولا عقلك اللاواعي؟ في اللاواعي بالظبط كده. التلاجة اللي في البيت هي بالنسبه لك خرم في الحيطه، بتحط فيه الحاجه تسقع، تفتحه وتطلع منه الحاجه سقعانه، بس كده. طيب امتى التلاجة تنتقل لعقلك الواعي وتفكر فيها بشكل منطقي وتخلي بالك وتفكر وتحسب؟ امتى التلاجة بتنتقل للواعي؟ لما تبوظ او لما تكون عايز تشتري تلاجة جديدة. صح؟ فالعقار برضو بالنسبة لعميلك زي التلاجة بالظبط. طول ما هو ساكن جوه شقته ومبسوط فيها، سواء ايجار او ملك، هو تمام. امتى بيبدأ يفكر في العقار؟ لما يفكر يشتري، لما الاحتياج يطفو الى السطح. فاكتب القاعده دي: متى يفكر العميل في الشراء؟ لما الاحتياج يطلع على السطح، يظهر على السطح. هو كده كده موجود بس يبدا يظهر على السطح. تمام. فساعتها بيبدا يفكر انه يشتري، ياخد القرار انه يشتري. طب ما طلعش على السطح، عمره ما هيفكر يشتري. طب هو امتى بيطلع على السطح؟ لما يكون عنده اهداف عايز يحققها او مشاكل عايز يحلها. فساعتها هقول لك كلمة بسيطة جدا وواضحة جدا 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 جدا: إن في مشكلة كبيرة معرفية عندنا اسمها قصر النظر التسويقي. اكتب الكلمة دي: قصر النظر التسويقي. إن إحنا بنشوف المنتج بتاعنا أكبر من العميل بتاعنا شايفه. فإحنا بنشوفه قريب قوي، لازق في عينينا. هو شايفه إيه؟ بعيد جدا. فعشان كده هطلب منك إنك أنت إيه؟ اكتب بقى معايا: فكر في العقار كما يفكر عميلك من وجهة نظره. فانت لو سمحت فكر في العقار زي ما عميلك بيفكر فيه، مش زي ما انت بتفكر فيه. هتقدر تفهم عميلك بيشتري ليه وما بيشتريش ليه. هسألكوا سؤال يا جماعة كلكم دلوقتي: هل انت مستغرب ان العميل بتاعك مش راضي يشتري عقارات دلوقتي؟ مستغرب ولا مش مستغرب؟
حلو جدا. مبدئيا كل اللي قال انه مش مستغرب، انت كده بتفكر صح. خلاص انت كده بتفكر صح، انت كده فهمت العملاء. اللي قال اصل في حاجات اسعارها هتنزل، اصل هم مستنيين الاسعار تنزل، اصل هم، انت كده بتفكر صح صح. اتفقنا كده؟ بالظبط كده، لان انا مش مستغرب عشان لو مكانه هعمل كده، يبقى انا كده بفكر مكان العميل. كده انتوا احسنتوا، كده انتوا شطار، الله اكبر عليكم. معظم البياعين بقى مستغربين جدا، هو ليه العملاء ما بتشتريش؟ لانه مش حاطط نفسه مكان العميل. وحضرتك لو حطيت نفسك مكان العميل هتقتنع انك ما تشتريش دلوقتي. بصوا يا جماعه المفاجاه، احنا دلوقتي كورس عقارات اهو، يعني سيشن عقارات وتمرينة عقارات، وبقول لك ان طبيعي جدا العميل ما يشتريش. ليه؟ لانك انت لازم تحط نفسك مكان العميل. انا لسه امبارح في مطور هو صديقي يعني، خلاص كنا واقفين مع بعض كده بنتكلم، فقال لي ايه؟ قال لي هو انا عندي مشاريع واحد اتنين تلاته في اماكن واحد اتنين تلاته حاجات زي كده. قلت له ده اشتغل فيه، ده وقفه، ده كذا. طب انا حاطط مقدم في ارض ومش عارفين وبتاع وهشتغل، مطلوب مني 10 10 مليون يعني. فقلت له لا اجل دي شويه، تقدر تاجل 10 مليون دي؟ قال اه عادي، هخلي الارض متسقعه زي ما هي ومش مش هستثمر. قلت له ما تستثمرش في دي، واشتغل في دي، وروح في دي حركها، دي روح فيها. طب انا اديته الاختيارات دي بناء على ايه؟ يعني انا يعني انا بالظبط في نص ساعه قلت له اربع خمس قرارات ياخدهم الفتره الجايه. قلت القرارات دي بناء على ايه وانا واقف، احنا الاثنين واقفين؟ بناء على ايه في نص ساعه؟ بناء على العميل، على العميل نفسه. عميل ده يشتغل، عميل ده بيقف، عميل ده بيتحرك، عميل ده ما تروحش خالص. فانا عرفت المعلومات دي منين؟ العميل. العميل بتاع كل منطقه فيهم، هو ده اللي يخليني اقدر اخد قرار. فانا كبياع لازم احط نفسي مكان مين؟ العميل. فدي اول نقطه لازم تفكر فيها، هي انك تفكر في العقار كما يفكر عميلك من وجهة نظره. وخلي بالك انك عندك مرض تاني اسمه لعنة المعرفة، كيرس اوف نوليدج. ايه الكيرس اوف نوليدج ده؟ ده برضه مرض معرفي، كوجنيتيف، نقدر نقول كوجنيتيف النس مثلا، او كوجنيتيف بيرسبشن معين. خلاص ان كلنا بنفترض ان غيرنا فاهم اساسيات اللي احنا فاهمينه. زي ما تكلم دكتور، تكلم مهندس، تكلم محاسب، فتبقى فاكر ان المحاسب ده هو بيكلمك، بيبقى فاكر انك انت فاهم اللي هو فاهمه. صح ولا انا غلطان؟ سواء التاكس اللي انت بتركب معاه هو فاكر ان هو، او سواء الاوبر كابتن الاوبر هو فاكر انك انت فاهم اللي انت اللي هو فاهمه. يقول لك على فكره اصل اوبر ما بيديناش كذا، فانت هو ايه بيدينا وما بيديناش زي بالظبط انت كعقاري بقى لما تقول للعميل اصل المشروع ده اعلى عدد استثمار، هل العميل فاهم كلمه اعلى عدد استثمار؟ فهمت قصدي؟ هو لا مش فاهم ده. لما تقول له ده احسن لوكيشن، هو ليه احسن لوكيشن؟ فانت لازم تكلم العميل، هي دي بقى النقطه. تحدث بنفس لغه العميل. ايه بقى لغه العميل؟ اللغه بتاعتك انت اسمها لغه الصفات، ولغه العميل اسمها لغه الايه؟ الفوائد، فيتشرز وبنفيتس. لغه الصفات ولغه الفوائد. فانت لازم تتكلم بنفس اللغه بتاعت العميل، هي لغه الايه؟ الفوائد. وتشرحها من وجهه نظر العميل. يعني اتكلم بالفايده اللي استفادها العميل من العقار، مش تتكلم بالصفه اللي موجوده في العقار. انت وشركتك والسوق عندكم حاجه اسمها فاليو، قيمه، انتوا عارفينها والشركه عارفاها وكل حاجه. هل العميل يعرف نفس القيمه اللي انت تعرفها عن العقار بتاعك؟ برضه لا. خلاص، فهو عنده حاجه اسمها قيمه مدركه، perceived value. فاحنا قلنا القاعده الاولى النهارده انك لازم تعمل ايه؟ فكر في العقار كما يفكر عميلك من وجهة نظره. تاني قاعدة انك تتحدث بنفس لغة العميل. تالت قاعدة هي ايه؟ زد القيمة المدركة. دايما زود القيمة المدركة بتاعت العميل. في جملة ذهبية في البيع دايما بقولها، ايه هي؟ واكتبوا ورايا الجملة دي: تعامل مع العميل على انه صادق وفاهم. خلاص، من جواك وافترض من جواك واعرف من جواك ان هو ايه؟ بيخبي وايه؟ وما يعرفش. احنا قلنا كده ايه؟ تعامل مع العميل على انه ايه؟ تعامل معاه في الظاهر ان هو صادق وانه بيقول الحقيقه، خلاص، وان هو عارف كل حاجه. تعامل معاه في الظاهر كده. انت من جواك ايه؟ عارف كويس ان هو ايه؟ ان هو مش عارف، وانه بيخبي. خلاص طيب.
نيجي بقى لحاجه مهمه جدا 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 جدا. معلش يا احمد انا اسف. بصوا يا شباب، تعالوا مثلا نتكلم عن القلم. القلم ده يا جماعه منتج معقد اكتر ولا العقار؟ مين معقد اكتر، القلم ولا العقار؟ اكيد العقار. تعالى نتكلم عن القلم ده. يعني تعالى نتكلم عن القلم ده. انا دلوقتي عايز اروح اشتري القلم ده. انا عايز اروح اشتري القلم ده، تمام. لو رحت، ايه هي الصفات اللي موجوده في القلم؟ قول لي اربع صفات. الخط ده اسمه ايه؟ الوظيفه. الشكل ده اسمه التصميم. السعر، بالظبط، السعر واحد من اهم الصفات، بالظبط كده. في بقى حاجه اسمها العمر الافتراضي. يعني القلم ده هيعيش وقت قد ايه، اتفقنا؟ طيب، تعالوا نفترض ان عندنا ثلاث عملاء: دكتور خالد، والحاج حسين، ومدام نانا. طيب كل واحد فيهم عميل مختلف عن التاني. احنا دلوقتي يا جماعه بنبيع القلم ده في مكتبه. الدكتور خالد ده راجل عايز يشتري القلم لاستخدامه هو الشخصي. الحاج حسين هو مدير مشتريات في شركه عقارات، عايز يشتري القلم ده علشان يطبع عليه اللوجو بتاع الشركه بتاعته. مدام نانا عايزه تشتري القلم يكون هديه لصاحبتها في الجمعيه الخيريه اللي هي مشتركه فيها. اتفقنا كده؟ طيب كل واحد فيهم هيدي قيمه من صفر لخمسه. الدكتور خالد بالنسبه له وظيفه، هيديها كام من خمسه؟ ان القلم يكتب كويس. خمسه، لان هو استخدامه هو الشخصي. بالظبط كده. طيب التصميم، ان التصميم يكون شكله جامد او حلو او كده. لا، هو راجل عملي. هو طبعا دكتور في الجامعه، هو راجل عملي وكده، ممكن مثلا اتنين. طيب العمر الافتراضي، القلم ده يعيش كام من خمسه؟ خمسه، بالظبط كده. السعر بالنسبه له مش هيفرق خالص، لان هو راجل عايز يشتري احسن قلم يطول معاه ويعيش كده، يبقى قوي وحلو ويبقى مريح كده في الكتاب. طيب الحاج حسين، الوظيفه ان القلم يكتب كويس، ده هيبقى هديه للعملاء، مش مهم يكتب اصلا، يعني ممكن اتنين، تلاته. التصميم شكله يبقى حلو. خمسه، بالظبط كده. التصميم لازم يبقى شكله حلو جدا لانه هيبقى هديه للعملاء. العمر الافتراضي انه يعيش اصلا، واحد او اتنين. بالظبط. السعر 15، يعني ده ده راجل مدير مشتريات يعني، فمش هياخد باله جدا موضوع السعر ده. طيب ما دام نانا هتجيب القلم هديه لصاحبتها، الوظيفه انه يكون بيكتب، مهم اصلا يكون بيكتب يعني عشان يبقى شكلها حلو قدامهم فيكون بيكتب. التصميم يبقى شكله حلو، اكيد خمسه. العمر الافتراضي يعني هي عايزاه يعيش شويه معاهم، يعني ممكن ثلاثه، ممكن اربعه. السعر ممكن اتنين، هي مش فارق معاها، هي ما شاء الله غنيه يعني. بص كويس على، يا جماعه ركزوا معايا في المثال ده. المثال ده هيشرح لك انت ليه ما بتعرفش تبيع للعملاء بتوعك. الجدول ده باختصار شديد جدا هيفهمك انت ليه ما بتعرفش تبيع العملاء بتوعك. اول حاجه، هل في اتنين ايدنتيكال متطابقين مع بعض؟ لا. خلاص. طيب هل في اتنين شبه بعض؟ اه، في اتنين شبه بعض، بس شبه بعض في كله ولا شبه في حاجات وعكس في حاجات تانية؟ حد خد باله؟ شبه في حاجات وعكس في حاجات تانية. تمام. فعشان كده عايزين نتفق على القاعدة دي: ابدا ما تقولش كلمة كل العملاء عايزين كذا. ابدا. عمرك كله ما تقولش اصل كل العملاء بتدور على السعر. البياعين الوحشين بيقولوا الجملة دي، ان اهم حاجة عند العملاء هي ايه؟ هي السعر. صح. مع اني من المثال ده اهو، هل كل العملاء شايفه السعر زي بعض؟ لا. في اتنين شايفين السعر مش مهم، وفي واحد شايف السعر مهم. وهقول لك على مفاجأة كمان شوية، حتى في الراجل اللي شايف السعر غالي. هقول لك على مفاجأة دلوقتي. نرجع تاني في أول قاعدة: أبدا لا تقل كل العملاء يريدون نقط. خلاص. كل العملاء عايزة سكني، كل العملاء عايزة استثمار، كل العملاء عايزة في الار 8، كل العملاء بيحبوا العاصمة، كل العملاء ما بتحبش الصعيد، كل العملاء، أي جملة من الجمل دي. كل العملاء بتشتري فوري. عارفين الكلام؟ كل ده ملوش ده. كل العملاء بتشتري برايمري، كل العملاء بتشتري نظام تقسيط مريح، كل العملاء بتشتري نظام تقسيط بعيد. كل الجمل دي غلط. خلاص اتفقنا؟ طيب. تاني حاجه، القاعده دي اهي: قد يتشابه العملاء في بعض الصفات ويختلف في صفات اخرى. تاني حاجه بقى، تعالى للحاج حسين.
لو هيشتري نفس القلم بس للموظفين في الشركه، الصفات دي هتتغير ولا لا؟ هتتغير. طب هيشتري القلم لنفسه؟ هتتغير. طب هيشتري القلم لابنه؟ هتتغير برضه. لو هيشتري القلم لابنه الصفه دي هتتغير، اهتمامه بالسعر هيقل. حد خد باله يا جماعه؟ اهتمام الحاج حسين بالسعر لما يشتري القلم لابنه هيقل. خلاص كده. يختلف العملاء في تقييمهم للصفات مع اختلاف ايه؟ موقفهم الشرائي. يعني انا دلوقتي نفس العميل لو بيشتري منك النهارده عشان يسكن، غير لما يشتري منك عشان يستثمر، وغير لما يشتري عشان يستثمر هو واخواته، وغير عشان يشتري للسكن لما يتجوز زوجة تانية، او لما مثلا أو ابنه هيتجوز. يعني انا بشتري لابني دلوقتي، هشتري مش عقار عامل ازاي؟ اكيد يختلف عن لو انا هشتري العقار. حد خد باله يا جماعه؟ لو هشتري لاخويا، لو هشتري لابويا، لو هشتري استثمار، لو هشتري مثلا احط فلوسي في اسقعها في حته معينه، لو هشتري عشان احط رجلي في العاصمه. يعني انا اعرف مثلا صاحب شركه اشترى مكتب في العاصمه عشان يحط رجله في العاصمه بس. هو مش عايز المكتب ده في حاجه، بس هو انا عايز يبقى ليا مكان وخلاص. فاهم ده؟ في ناس كده. فاختلاف الموقف الشرائي يؤدي الى اختلاف تقييم العملاء للعقار بتاعك. تمام؟ طيب، تعالى بقى لاكبر كارثه. اكبر كارثه، لو انا حبيت اقيم القلم ده، انا عايز اقيم القلم ده، اقيمه ازاي؟ اول حاجه هشوف الوظيفه يعني ايه؟ هروح فاتح القلم وابدا اعمل ايه؟ اكتب. صح كده؟ طيب، تاني وظيفه التصميم، ان انا هبدا اشوف القلم واعمل كده واحطه في جيبي واشوف التصميم واسال احمد اقول له ايه رايك في القلم في جيبي، شكله حلو؟ فيقول لي اه يا ريس شكله حلو ما شاء الله. كده انا بعمل ايه؟ بشوف التصميم. العمر الافتراضي ان انا هقعد اكتب لمده قد ايه؟ سنه على الاقل. اتفقنا؟ طيب السعر بقى ان انا هعمل ايه؟ السلام عليكم، بكام القلم ده؟ هيقول لي ب 100 جنيه. هقول له شكرا وامشي. كويس. ايه اسهل صفه فيهم في التقييم؟ الوظيفه ولا السعر؟ السعر يا باشا انت ما مسكتش القلم اصلا، انت دخلت قلت له سلام عليكم بكام القلم؟ قال لك ب 100 جنيه، شكرا سلام عليكم. فايه اسهل صفه يا جماعه؟ السعر. تمام. عشان كده العميل بتاعك اول جمله بيقولها لما بيكلمك في البيع بيقول لك ايه؟ بكام؟ صح. حلو جدا. عرفت بقى ليه لما بيخش بيقول لك بكام هو ليه بيسأل السؤال ده اول سؤال؟ عرفت دلوقتي ولا لسه؟ لان السعر هو اسهل وسيله لتقييم العقار. اسهل وسيله. اقول لك بكام سعر المتر، بكام سعر الوحده، فانت طبعا ايه بتجاوب. المشكله الثانيه، يعني احنا قلنا خلاص القاعده هي بتقول ايه؟ ان اسهل صفه في التقييم هي صفه الايه؟ السعر. لذلك غالبا تكون هي الصفه الاولى التي يسال عنها العميل. طيب المشكله بقى الاكبر، حضرتك لو ما وضحتليش السعر هتلاقي نفسك اتزنقت فين؟ لو حضرتك ما وضحتليش بقيه الصفات غير السعر، لو حضرتك ما وضحتليش بقيه الصفات غير السعر هتزنق في السعر. خدت بالك؟ يعني حضرتك ما وضحتليش وظيفه القلم، تصميم القلم، بيعيش قد ايه، ما وضحتليش الصفات دي، هتلاقي نفسك رحت اتزنقت فين؟ في السعر. خلاص. فعشان كده العميل بيعمل ايه؟ بيسمع المعلومه ويمشي. فعشان كده عشان تعرف، اكتب بقى القاعده دي: لكي تبيع السعر لابد ان تظهر القيمه. عشان تعرف تبيع سعر العقار لازم تعرف تظهر ايه؟ القيمه. تمام؟ طيب ايه بقى حكايه القيمه عند العملاء؟ في عندنا معادله واضحه جدا وسهله جدا. اكتب بقى معايا الكلمه دي، اكتب الثلاث كلمات دول في صفحه كده في النص: القيمه المدركه تساوي المكسب ناقص القلم، وبعد الكلمات عن بعض عشان لسه هنكتب فيهم. القيمه المدركه تساوي المكسب ناقص القلم. ايه بقى المكسب؟ المكسب هو كل القيمه التي يستفيدها العميل من امتلاك العقار. ايه بقى القلم؟ هو كل التضحيات التي يبذلها العميل في سبيل الحصول
على العقار. تاني، المكسب هو كل القيمة التي يستفيدها العميل من امتلاك العقار. أنا لما أمتلك العقار هستفيد إيه؟ ده اسمه إيه؟ المكسب. طيب إيه الألم؟ هو كل التضحيات اللي بطلعها مقابل الحصول على إيه؟ العقار. المشكلة هنا فين يا جماعة؟ إن العميل بتاعك مش عايز يضحي أصلا. خدت بالك؟ طب ليه؟ لأن في قاعدة، بالمناسبة برضه أنا عايزك تكتب الكلمتين دول. أول حاجة، المكسب والألم واحد عند كل الناس ولا نسبيين؟ المكسب والألم نسبيين. خلاص، في واحد بيشوف العقار ده جامد جدا، في واحد شايفه ولا حاجه، في واحد بالنسبه له الفلوس مهمه جدا، في واحد بالنسبه له الفلوس مش ولا حاجه. وبرضه على فكره الناس في التعامل مع الفلوس ملهاش علاقه بالمستوى المادي. ركز في الحته دي، الناس في التعامل مع الفلوس ملهاش علاقه بالمستوى المادي. يعني في واحد مليونير وشايف انه يطلع 1000 جنيه ده كارثه. يا ابني ده هتجيب شقه لاولادك؟ لا، انا هفرمهم من تحت رجلي. في واحد تاني بقى، هو يا دوبك يدفع القسط ده والمقدم ده بس عشان خاطر ولاده يعمل لهم اي حاجه. صح؟ مش ده موجود وده موجود؟ خدنا بالنا يا جماعه؟ فالتعامل مع المكسب والالم هو تعامل ايه؟ نسبي. ادي القاعده الاولانيه. القاعده الثانيه بقى، اكتب معايا الكلمه دي: لوس افيرجن. معظم البشر 99% من البشر عندهم حاجه اسمها لوس افيرجن. يعني ايه؟ اكتب يعني ايه كلمه لوس افيرجن. لوس افيرجن معناها تفضيل عدم الخساره على المكسب. اكتب القاعده دي هتريحك. العميل بتاعك يفضل انه ما يخسرش على انه يكسب. الشخص ده بقى اللي هو بيقدم ان هو ما يخسرش على انه يكسب، هيشتري منك عقار ليه؟ هو شايف اصلا ان هو ايه؟ خسران. نرجع تاني بقى، هنعمل ايه؟ وهسألك سؤال عشان يعني انت نفسك تعرف الموضوع. مثال دايما بحب اقوله يعني: ايه رأيكم يا جماعة في الرياضة؟ ان احنا ننزل نجري ونتريض والدم يجري في عروقنا وتبقى صحتنا كويسة. ايه رأيكم في الحاجات دي؟ حاجة حلوة جدا. يلا ننزل نجري 2 كيلو. 2 كيلو بس، يلا يلا نجري. محدش هينزل. بالظبط كده، 2 كيلو صعبين. اي اه يا ركبي كده. يعني ليه بقى؟ حد خد باله يا جماعه؟ الجمله الاولانيه كانت ايه؟ بتاعت ان ايه رايكم في الرياضه؟ دي مكسب. يلا نجري، الم. الله ينور عليكم. ما انت لو خدت القاعده الاولانيه هترتاح. عميلك بيفكر في ايه؟ العقار حلو، العقار جميل. عارفين يا جماعه الناس ليه بتسجل في الاعلانات؟ مش كل الناس بتسجل في الاعلانات وتسجل في الليدز وتسجل في السوشيال ميديا وتسجل وتسجل ومهتم مهتم 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 وبكام بكام بكام بكام. صح؟ كله بيعمل كده. صح ولا انا غلطان؟ اه، وتسجل في جروبات التريننج وتخش في الجروبس بتاعت التليجرام وتقرا وتفتح كل الحاجات بتاعت الكتب وما تحضرش حاجه. كل الناس بقى في العقار بقى، تعال نرجع في العقار. ليه كل الناس بتسجل في الاعلانات؟ ويجي ينزل لك ليد مهتم جدا جدا، تلاقي الراجل يقول لك رد عليا دلوقتي، رد عليا دلوقتي. عارفين ده؟ طيب ليه؟ هو نفسه في العقار ولا لا؟ نفسه في العقار. يلا ادفع بقى 5 مليون. يلا. لا، ما لا يا عم، حرام عليكم، اصل العقارات الناس بتنصب على اي حاجه. بالظبط كده. خلاص فهمتوا بقى اللعبه؟ فاللعبه فين؟ ان حضرتك دورك طبعا اول حاجه المكسب هو مين؟ هو الصفات الموجوده في العقار والفائده، اللي انت طبعا الصفات دي بتحولها الى ايه؟ الى فايده. تمام. طيب القلم ده اللي هو مين؟ السعر، الوقت، المجهود، والمخاوف. طيب من الشكل ده كده مين اكتر من مين؟ القلم اكتر ولا السعر اكتر؟ من الشكل ده بس القلم اكبر بكتير. هو شايف اصلا ان السعر لوحده وتحويشة العمر والبتاع والحاجات دي كلها ده قلم كبير جدا. فهنعمل ايه بقى؟ انا دوري نكتب نرسم بقى الثلاث اسهم دي. دورك هو انك تزود الايه؟ القيمه المدركه. ازاي تزود القيمه المدركه؟ عن طريق انك تزود المكسب وتقلل الالم. تاني، المعادله دي واضحه يا جماعه؟ 2 يساوي 6 ناقص 4. طب انا عايز الاثنين دي تبقى 10 يا عم. 16 ناقص 6، او نخليها 4 وتبقى دي 12 مثلا، او كام 14. خدت بالك انا كده عملت ايه؟ عشان ازود القيمه المدركه لازم ازود المكسب
واحاول اقلل الايه، الالم. ده باختصار شديد جدا جدا جدا. انت علشان تقدر تقنع العميل بالشراء لازم تخلي الايه، المكسب اكبر من الالم. الميزان ده يا جماعه جوه دماغ العميل طول ما انت بتتكلم معاه، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، طول ما انت بتتكلم معاه في الميزان ده شغال رايح جاي، المكسب والالم، مكسب والم طول الوقت. خلاص. طيب هنعمل ده ازاي؟ عن طريق المعايير، معايير تقييم العقار. في عندنا 12 معيار لتقييم العقار. بالمناسبه هم مش لازم يكونوا بنفس الترتيب، يعني في بعض العملاء ترتيبهم بيختلف، لكن دايما اول معيار فيهم هو مين؟ هو ده، الهدف الامتلاك. وانا بمتلك عقار ليه؟ بقيه المعايير مالها؟ بتتلخبط، تروح وتيجي حسب العميل نفسه. اكتب معايا، احنا كده كتبنا 12 معيار، ركز بقى معايا. المعيار الاولاني اسمه الهدف الامتلاك. طبعا عندنا عقار اسمه سكن، وعقار تجاري، وعقار متعه او ساحلي. كويس. العقار بتاع السكن في منه، يعني كل العقارات ليها هدفين، يا اما التشغيل الوحده نفسها او الاستثمار فيها. يعني انت في عندك دايما هدفين، الهدف الاولاني هو السكن او الاستخدام او الاستثمار. دول الهدفين الرئيسيين، اما الاستخدام او الاستثمار. الاستخدام ده بيختلف، لو وحده سكنيه ان انا اسكن فيها. طب انا بسكن في العقار ليه؟ ايه هدفي من السكن في العقار؟ اما اني انتقل لمستوى اجتماعي افضل، انا عايز ازق، انا طبعا بشتغل وبسافر وغربه ومش عارف مين، وبتخانق وبطلع واخش تجاره واخرج وارجع. احنا بنعمل كل الكلام ده ليه يا جماعه؟ احنا كلنا بنشتغل ليه؟ غالبا علشان نزق اسرتنا لمستوى اعلى من المستوى اللي احنا كنا فيه. يعني في قصه سريعه جدا كده، ان انا جدي الحاج عبد الله الله يرحمه، الراجل ده حب ينقل ولاده نقله مختلفه، فجاب لهم شقه في القاهره في حدائق القبه. والدي سافر الكويت ومش عارف مين، وسافر واشتغل وعمل عشان يعمل ايه؟ عشان ينقل ولاده يسكن في مدينه نصر. تمام. وبعدين هو اشترى ارض في اكتوبر، هو بيزق نفسه وبيزق ولاده لاكتوبر. انا ساكن في كوبري القبه، انا بحب الحي ده فساكن فيه. حبيت بقى ايه، ادي زقه لاولادي، فانا ولادي مدارسهم فين؟ في التجمع. بصوا يا جماعه، كل واحد فينا بيعمل ايه؟ بيزق اسرته لمستوى اعلى. حد خد باله؟ طيب، وجودك في التجمع، او انا شخصيا مدارسي وحياتي مدينه نصر مثلا. خلاص. انا كل اصدقائي والناس اللي اشتغلت معاهم شراكات والناس اللي اشتغلت معاهم كلهم منين؟ سبحان الله سبحان الله، كلهم من مدينه نصر. ده معناه ايه؟ ان حتى سكنك بيشكل مستقبل ولادك. يعني انا دلوقتي ولادي اصحابهم كلهم فين؟ في التجمع، فانا نقلتهم نقله، بقوا هم هناك، بقى ساكن شغالين بقى بيدرسوا هناك واصحابهم هناك وحاجات زي كده. فانا بزق زقه، بزق زقه لاولادي في المكان اللي هم فيه. فالعقار هو انتقال لمستوى اجتماعي افضل، صناعه مستقبل ولادي، ممكن تاسيس او استقرار الاسره. انا عايز مثلا ولادي كبروا، ولادي كتروا، ولادي مش عارف فانا بشتري لهم شقه عشان ايه؟ استقروا اسريا. ثالث حاجه تحقيق متطلباتهم. انا عندي ولاد وبنات وبداوا يكبروا شويه، فانا عايز افصل دول عن دول، فبشتري شقه اكبر عشان الولاد يبقى، فبحقق حاجه اسمها متطلبات الاسره. ندخل بقى في التشغيل. لو انا بشتري عقار تجاري فانا حاجه اسمها وحده تحقق نجاحي التجاري. في المتعه، لو انا بشتري حاجه في الساحل، حاجه في سخنه، حاجه مش عارف كذا، انا بشتريها ليه؟ عشان امتلك المتعه. يعني انا بدل ما كنت بصيف بايجار، بشتري عقار انا امتلكه. في كل الاحوال في عندي استثمار. الاستثمار هو ايه؟ الجمله اللي هي مكونه من 7 كلمات، انتوا حافظينها بقى، المفروض اي حد حضر لي قبل كده حافظ الجمله دي: اعلى عائد امن على الاستثمار طويل المدى. عدهم كده، ال7 كلمات دول عايزك تحفظهم زي اسمك: اعلى عائد امن على الاستثمار طويل المدى، من 5 ل10 سنين. خلاص كده. الاستثمار ده يا جماعه في عقار معين ولا كل انواع العقارات؟ يعني في التجاري الساحلي لا، ولا كل العقارات فيها استثمار؟ كل العقارات فيها استثمار. كل العقارات فيها استثمار. العقار التجاري فيه استثمار، العقار السكني فيه استثمار، العقار الساحلي فيه استثمار. اي عقار فيه استثمار. في عندي اول حاجه خالص المحلات، اعلى استثمار في المحلات طبعا، يعني قبليه الصيدليه. الصيدليه اعلى عائد على الاستثمار، اعلى حاجه. بعد كده المحلات، بعد كده الفندقي، بعد كده العيادات، بعد كده المكاتب، بعد كده السكني، وبعد كده الساحلي. اكتب الترتيب ده. اعلى عائد على الاستثمار خالص فوق خالص هو الصيدليه، ده اعلى عائد على الاستثمار. بعده المحلات بكل انواعها، بعده المكاتب، بعد الفندقي. هل في حاجات يا جماعه بتطلع فوق يعني بتتحرك؟ اه في، بس ده مستثناء. يعني في بعض الساحل مثلا
في بعض الحاجات في الساحل اعلى من السكني، بس الطبيعي ايه؟ سكني اعلى من الساحلي. خلاص، الساحلي يا جماعه 3 شهور، حسب الدوله ممكن يتغير الترتيب. لا، تاني معيار بيقيم على اساسه العميل العقار بتاعك هو السعر ونظام السداد. عايزك تقرا الجمله دي كويس جدا. الجمله دي هي ان السعر هو اكبر تضحيه يقدمها العميل مقابل الحصول على القيمه التي يستفيدها من العقار. بالمناسبه يا جماعه، في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها، معلش معلش معلش. بالمناسبه دي خلاصه الحته اللي فاتت، ونصيحه علشان حضرتك تقدر تبيع اكتر بعد المحاضره دي، لو مش عايز تركز في حاجه جايه ولا في اللي فات. احفظ اللي انا هقوله دلوقتي. ازاي تخلي العميل يفضل المكسب على الخساره؟ مش احنا قلنا في حاجه اسمها لوس افرجن؟ ازاي تقدر تقفل الحته دي؟ انك تحسسه بالمكسب، انك توصل له المكسب، انك تزود المكسب. فانت اكتب الجمله دي، هي دي الزتونه، هي دي خلاصه الموضوع. ازاي تقدر تقنع العميل انه يشتري منك عقار دلوقتي وهو خايف وقلقان وخايف من الخساره؟ ازاي انك تقدر تقنعه انه هيزيد المكسب بتاعه؟ قدرت تقنعه بده هتبيع، ما قدرتش هتفضل زي ما انت. فضلت تتكلم على العقار مش هتبيع. خليته مكسب ليه؟ هتبيع. وصلت؟ فانت عشان تعدي اللوس افرجن، مش هتقدر تلغي اللوس افرجن، بس عشان تقدر تعديه لازم تزود مكسب العميل من العقار. بص بقى، نرجع تاني للمعايير. السعر هو عباره عن ايه؟ السعر هو اكبر تضحيه يقدمها العميل مقابل الحصول على ايه؟ على القيمه التي يستفيدها من العقار. طيب حضرتك ما وضحتليش القيمه التي يستفيدها من العقار. الفلوس في جيبي وانا تمام، ايه اللي يخليني اطلعها اصلا من جيبي؟ صح؟ تاني معيار في السعر هو السعر الإجمالي. ثالث معيار جوه السعر هو المقدم والأقساط والدفعات، اللي هو نظام السداد. رابع معيار حاجة اسمها مدى المرونة في نظم السداد. في بعض المطورين بيبقى مستهدف، يعني في عملاء بتحب مطورين أكتر بسبب إن عندهم نظم سداد مرنة، وفي مطورين من العملاء ما بتحبهمش ليه؟ عشان عندهم نظم سداد رخمة. آخر حاجة تخطيط الدخل ورأس المال. هل العميل عارف هو بيقبض كام وبيصرف كام؟ حد زي مدينة نصر، حلو المثال ده، مدينة نصر عندهم نظم سداد مرنة جدا جدا. السؤال التاني بقى، هل العميل عارف هو بيقبض كام وبيصرف كام؟ في اوقات كتيرة ما بيعرفش، في اوقات كتير هو نفسه مش عارف. لما بنقعد بقى معاه ويطمن لك ونقعد نخطط مع بعض، حضرتك بيخش لك كام؟ في حاجه اسمها راس المال، وفي حاجه اسمها ايه؟ الدخل او الكاش فلو. يعني في حاجه اسمها كابيتال، في حاجه اسمها كاش فلو. الاثنين دول لو حضرتك عرفت تخططهم مع العميل، لازم ساعتها هتقدر تخليه يشتري. نعرف نظبط نظام السداد بتاع الشركه، وهات الكاش فلو بتاعك والكابيتال كابيتال والكاش فلو. خلاص، وهات الايه؟ نظام السداد بتاع الشركه، ونقسم الصفحه نصين، تعال نشوف ده ونشوف ده، ونقعد نظبط ده قصاد ده. معانا فلوس قد ايه نقدر ندفع اقساط قد ايه نقدر ندفع دفعات قد ايه. شكرا على كده. ثالث معيار هو اللوكيشن. طبعا تاني حسب هدفك من الشراء. لو انا هدف استثمار، كل المعايير دي هتتغير. لو انا هدف سكن، كل المعايير دي هتتغير. لو معايا 5 مليون، كل المعايير دي هتتغير. طب ما انا معايا 7، كل المعايير دي هتتغير. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ المعايير دي كلها مالها دايناميك، بتتغير وتتحرك مع بعض. اللوكيشن يا اخوانا 4 حاجات. المناطق الحيويه، يعني مثلا انا ايه اللي بيخلي لوكيشن معين يبقى احسن من لوكيشن؟ المناطق الموجوده، المنطقه دي حيويه، المنطقه دي هاديه، المنطقه دي في اقبال عليها. تاني حاجه اسمها المحاور المركزيه. المكان ده فيه محور كذا، محور كذا، شارع كذا، طريق كذا، دايري، مش عارف مين. الحاجات دي بتفرق ولا لا؟ طبعا بتفرق، ايا كان هدفك من الشراء. ثالث حاجه المرافق التي تجذب السكان. يعني مثلا في عقارات معينه مجرد ما فتح جنبها مشتغل بدا يتعمل جنبها المونوريل مثلا، سعر العقار راح طاير. في مرافق معينه احنا بنبيعها على حس ان في موقف هيتفتح قصادها، ان في مترو مش عارف هيعدي منين، ان في مثلا مول كبير هيتفتح هنا. في اوقات يا جماعه احنا بنبيع مناطق علشان جنبك كومباوند او جنبك مول. صح ولا انا غلطان؟ الحاجات دي بتاثر على اللوكيشن ولا لا؟ بتاثر جدا على اللوكيشن. خلاص. اخر حاجه مستوى المجتمع اللي حواليك. يعني انا مثلا ببيع عقار للسكن، فبقول له انت جنبك مين بقى؟ جنبك الكومباوند الفلاني والكومباوند الفلاني، فايه؟ ايه كلاس بريميوم، ايه بلس بلس، الكلاس الكلاسي، الجولدن سكوير، اللي مش عارف مين فين. الحاجات دي بتفرق. لو انا ببيع حاجه تجاري،
بتفرق ولا ما بتفرقش؟ برضه بتفرق. انت واخد حاجه تجاري في منطقه راقيه، ولا منطقه شعبي، ولا منطقه كذا. ده بيفرق طبعا في تقييم اللوكيشن. رابع حاجه مثلا بالظبط عشان الجامعات والحاجات دي كلها. رابع حاجه حاجه اسمها الفيو، او اخواننا في الخليج بيقول لك عليها الاطلاله. خلاص، الاطلاله دي هي الحاجه اللي انت شايفها من جوه الوحده. يعني انت قاعد جوه وشايف ايه بره. كويس، دي اللي انت بتشوفه من داخل الوحده، سواء السكني او التجاري او الساحلي، انت ومستخدمي الوحده. وده بيأثر على تجربتهم الشرائيه. يعني انا مثلا اخترت وحده معينه، الوحده دي بصه على حيطه، بصه على ظهر عماره تانية، او بصه على جنب عماره تانية. هل ده زي ما بيع وحده بصه على الجنينه مثلا؟ سعر العقار بيطير، بيروح في حته تانيه خالص. انا بقى الكلام ده وانا جوه الوحده السكنيه، او جوه طبعا الساحلي، يعني مثلا الصف الاول على البحر غير خالص الصف الثاني غير الثالث. الكلام ده كله. قبل الطريق غير بحر الطريق. عارفين طريق الساحل؟ طريق الساحل بيبدا من كيلو 21. خلاص، كيلو 21 الساحل بيبدا من هنا لغايه فين؟ لغايه مرسى مطروح. تمام. وانت ماشي ناحيه الطريق في حاجه اسمها قبل الطريق. قبلي اللي هو الجنوب، وبحري اللي هو ايه؟ الشمال. او يمين الطريق وشمال الطريق. بس كده. يمين ده الاعلى. يمين الطريق ده الاعلى اللي بيبص على البحر على طول. القبلي او شمال الطريق ده اللي ما يبصش على البحر. فده اطلاله برضو منه للبحر مثلا. كويس كده. فده بيفرق في الاطلاله ولا لا؟ بيفرق. بيفرق في الفيو ولا لا؟ بيفرق. خلاص. طب الوحده التجاري، يا تاني بعد الحاضر. طريق الساحل اوله كيلو 21 في اسكندريه، اخره مرسى مطروح، او يعني هو اخره لغايه السلوم. كويس. الطريق ده وانت ماشي ناحيه مرسى مطروح مثلا، في يمين الطريق يمينك ده البحر، باصص على البحر على طول. في شمال الطريق ده القرى اللي في شمال الطريق، اللي هي القبلي، اللي هي الجنوبي. الطريق يا جماعه ده في الساحل الشمالي. خلاص. بحري ده الشمال، قبلي جنوب. القرى اللي قبل الطريق هتلاقي سعرها تلت، واحيانا 20% من اسعار بحر الطريق. مين بقى تبقى اسهل؟ البحري اسهل بكتير من القبلي، مع ان القبلي تلت السعر بتاع البحري، او 20% من سعر البحري. تخيل. يعني الاغلى اسهل في البيع من الارخص. عشان الفيو. حد قال كلمه حلوه قوي 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 قوي. البحر اصلا بيبيع مع البياع. يعني مين هو اللي بيعمل لك البيعه؟ معظم البيعه هو البحر. فبالنسبه لقبلي الموضوع صعب طبعا. لو انا بقى عميل قدراتي الماليه اقل، الموضوع هيبقى اسهل ان انا ابيع القبلي. بس في الاخر يا جماعه البحر اسهل. البحر بيبيع معايا. كويس. فدي اسمها ايه؟ الاطلاله. طيب لو انا ببيع عقار تجاري، الفيو بتاع المكتب اللي انا ببيعه او المحل اللي انا ببيعه بيفرق مع العميل ولا لا؟ انا عايز اقول لكم ان في عملاء بتشتري مكاتب معينه علشان خاطر الموظفين بتوعهم هم عايزينهم يشوفوا منظر معين. متخيلين ده؟ فبيدفع فلوس اكتر. ندخل بقى في خامس معيار اسمه التصميم الخارجي. ايه التصميم الخارجي؟ هو اللي انت بتشوفه وبيشوفوا الناس اللي بيجوا يزوروك كل مره بيجوا يزوروك، والشكل والانطباع اللي هم بيكونوه عنك. يعني في حاجه اسمها ايمج. انا عايز ايمج معينه. لو انا بسكن، يا اخوانا الناس بتشتري عقار معين في كومباوند معين او في عماره معينه، حتى لو كانت سيبريت. ليه؟ عشان عايز الناس تشوفني بشكل معين. صح ولا انا غلطان؟ بدفع ولا لا؟ بدفع اكتر وفلوس اكتر علشان الفيو ده، عشان الشكل ده. انا عايز الناس تشوفني ازاي. هي الناس يا جماعه بتقيم بعض بايه؟ بشكلها. معظم الناس. احنا ليه يا جماعه بنلبس براندات؟ ليه بنركب عربيات معينه؟ ليه بنلبس براندات معينه؟ ليه لازم الساعه بتاعتي تظهر بشكل معين؟ جزء منه هو الايمج. بالظبط كده. فانا عايز، انا طبعا هدفع. انا دلوقتي مثلا كنت هدفع 10 مليون في وحده، ممكن ادفع 15 عشان الفيو بتاعها، عشان الايمج بتاعها اعلى ولا لا؟ اه ادفع الخمسه دي. خدت بالك؟ ادفعها وزياده واقسط عادي. ايه المشكله؟ تمام. فالايمج مهم جدا. في حاجه كمان اسمها مدى التميز. حتى دي في الاطلاله كمان. حتى دي في الاطلاله كمان.
التميز، يعني انا شايف تميز عامل ازاي في التصميم الخارجي. مدى التميز في شعورين يا جماعه بيحركوا الانسان، اكتبوا ده لانه مهم جدا. شعورين فظاع، فظاع بيحركوا الانسان، ايه هما؟ الخوف من الخساره اللي احنا قلنا عليه، وحاجه تانية اسمها ايه؟ الغيره. الغيره بتحرك الناس، بتحرك البشر. اكبر شعورين بيحركوا البني ادمين ويشكلوا معظم قراراتهم الشرائيه هو الخوف من الخساره او الغيره. فانت لو عرفت تلعب على حته الغيره دي، تعرف تبيع التصميم الخارجي ده جدا. لما تقول له انك انت هتبقى في حته مميزه، لما يجي حد يزورك في حته مميزه. تمام. الغيره، ان بدل ما حد تاني ياخد منك الحاجه دي، او بدل ما حد تاني ياخد مننا الوحده دي، مش عايزين نفقد الوحده دي. الوحده دي اعلى فيو في الكومباوند. خدت بالك؟ الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا. تمام. فالتصميم الخارجي هو ايه؟ ما ترى انت وزوارك من خارج الوحده السكنيه او التجاريه او الساحليه، ويؤثر على ايه؟ تصورهم عنك. تاني حاجه التميز. تالت حاجه بقى التصميم الخارجي ده جزء منه مش تصميم الوحده بقى او البيلدينج بتاعك، لا، تصميم الكومباوند نفسه. في مساحات عامله ازاي، في خدمات عامله ازاي، طريقه الحركه جوه المول او جوه الكومباوند، اللاندسكيب نفسها، في قد ايه مساحات خضراء، في قد ايه مثلا اشكال معينه معموله، الخدمات الموجوده زي ما قلنا والتوزيع بتاعها. الحركه جوه الكومباوند بتبيع. في مولات يا جماعه شغاله احسن من مولات عشان الحركه جواها اسهل. في بقى حاجه مهمه جدا اسمها المساحات والتقسيم، ده المعيار رقم 6. في معيار رقم 6 المساحات والتقسيم. ازاي؟ انا بقى برضو بالمناسبه يا جماعه، انا كعميل بشتري منك وحده اسكن فيها، هدور على مساحه تتناسب مع الوظائف اللي انا هستخدمها في الوحده. طب انا هشتري منك محل اشغله، بدور على المساحه اللي تعمل. طب انا بدور على حاجه للاستثمار، بدور على المساحه المطلوبه اكتر. خلي بالك من الحته دي، اكتب الجمله دي: اللي بيدور على الاستثمار دايما بيدور على المساحه او يفضل المساحه المطلوبه اكتر. اللي هي ايه؟ والنقطه دي مهمه جدا، لان دايما المساحه مرتبطه بالسعر. دايما مساحه الوحده مرتبطه بالسعر. فواحده من اهم عوامل اختيار الوحده هي المساحه بتاعتها. فعشان كده العميل بيفكر في المساحه من ضمن اولوياته. في بقى معيار اسمه الخدمات، والمعيار ده اول حاجه سكني. في السكني في عندك الامان ورفاهيه والخصوصيه، خلاص. وفي الترفيهي في الامان والرفاهيه والخصوصيه والفندقه. تمام. بتزود حته الفندقه. الفندقه يعني إيه؟ انك انت بتروح الساحل مثلا، مش عايز بقى تروح تكوي وتغسل وتطبخ. مش هجيب بقى معايا الحلل بتاعتي يعني. حد هو اللي بيطبخ لي، حد هو اللي بيغسل لي، حد هو اللي بينظف لي. الكلام ده كله طبعا الامان والرفاهيه والخصوصيه بتختلف ما بين السيبريت والكومباوند. طيب السيبريت يا جماعه هو العمارات المستقله، او بنسميها الاهالي. هي عماره قطعه ارض اتبنى عليها عماره، دي اسمها سيبريت. في حاجه اسمها كومباوند اللي هو التجمع سكني. كومباوند يعني تجمع سكني، خلاص، او جيتد كوميونتي. انا بحب التعريف ده. كلمه كومباوند طبعا اسمه كومباوند، ما اسموش كيمباوند، ها؟ عشان بس برضو ما اضربكمش بالنار انتوا ومديرينكم برضو. خلاص. كومباوند معناها جيتد كوميونتي، وما اسموش كوميونتي، اسمه كوميونتي. كوميونتي او كوميونتي، ما اسموش كوميونتي. ماشي برضو عشان ما اضربكمش بالنار. في بيعه باظت بسبب ان العميل قال كيمباوند، حرفيا يعني باظت. تمام. طيب فالسيبريت فيه امان ورفاهيه وخصوصيه، الكومباوند فيه امان ورفاهيه وخصوصيه. في تفاصيل بقى الكاميرات والامن والبوابات والمش عارف مين والكلام ده كله. طيب التجاري بقى. التجاري فيه خدمات تسويق وفيه خدمات تشغيل. خدمات تسويق زي ايه؟ حاجه اسمها توزيع الانشطه التجاريه او التننت ميكس. في حاجه اسمها تخطيط رحله تجربه المستهلك، الكاستمر جيرني مابينج. انا بعرف العميل بيبص فين، بيتحرك ازاي، برسم له الحركه بتاعته. خلاص. في مولات ناجحه عن مولات تانية علشان التجربه دي بيرسموها صح. خلاص. بحط الاكل فين، بحط مش عارف مين فين، الحاجات دي. في التعاقد مع البراندز. في مولات كبيره تتعاقد مع براندات كبيره جاذبه، وخصوصا انشطه الاسره. خلاص. وخصوصا الحاجات الترفيهيه.
يعني اكتر مستهلك في العالم يا جماعه هو الطفل، ولد او بنت من 0 ل3 سنين. ده اكتر مستهلك في العالم، ده اهم مستهلك في العالم. عشان كده كل البراندات وكل الحاجات بتركز على الطفل ده، تركز بقى تجيب له ايه وتعمل له ايه والحاجات دي كلها. فانا عايزينه يلعب هيلعب، عايزينه ياكل هياكل، عايزينه يشرب يشرب. الكلام ده مهم جدا. طيب نيجي بقى في اللي بعد كده، التشغيل، خدمات التشغيل زي اداره التاجير والصيانه، حاجه اسمها تالنت مانجمنت. انا كمطور بقدم لك الخدمات دي، بقدم لك امان سكيورتي، بقدم لك نظافه، بقدم لك توزيع الاليفيتورز والاسكليتورز عشان ضمان الحركه بتاعتك، الاليفيتورز اسانسيرات، اسكليتورز سلالم. اداره الخدمات الحياتيه، المساجد، تويلتس، عدد التويلتس في الدور بيفرق في البيع، عدد المساجد في الدور بيفرق في البيع. الفاسيلتي مانجمنت هي اداره الخدمات الموجوده دي بالنسبه للخدمات. تعالوا ناخد اسئله ازاي اكون خبير في التقييم العقاري. لا، هو في دوره في جامعه القاهره، هي قديمه شويه بس واحده من اقوى الدورات المتخصصه في التقييم العقاري، ودي قويه جدا جدا وفيها تفاصيل كتير قوي، بتخش بقى في المنازعات العقاريه والحاجات دي كلها. بس انت مش محتاج تعرف كل ده لو انت بايع عقاري. في كورس برضه حلو جدا في الجامعه الامريكيه اسمه ريل استيت انفستمنت، وحلو جدا، في جزء مهم في التقييم العقاري. وبالنسبه لنا احنا في المبيعات العقاريه بنتعلم ازاي، يعني في الكورسات بتاعتنا بنتعلم ازاي نقيم العقار زي ما احنا خدنا كده، ازاي ابيع محل المستثمر ياجره من خلالي مش يفتح براند شخصي. اه طبعا انك انت بتبيعه كاستثمار، انك انت تكلمه عن العائد ده الاستثمار. هل في جمل افتتاحيه تساعد على تحفيز العميل للشراء؟ اه طبعا. لو انت بتبيع حاجه سكني تقول له بكلم حضرتك النهارده بخصوص السكن، فرصه مميزه جدا للسكن واعلى عائد على الاستثمار. لو تسمح لي هوضح لحضرتك الاختيارات دي بحيث نختار مع بعض الافضل ليك. عايز اعرف ازاي التجاري بيجيب عائد اكبر رغم الفندقي ايجار يوم؟ لا، التجاري ده الكوميرشال هو الستورز، المحلات، لا بتجيب عائد اكبر طبعا. انت المحل ده شغال بيع وشراء، قطعا هيجيب اكتر من الايجار اليومي. طبعا في عملاء بتفضل تاجر بنفسها لبراندات او نشاطات هم عاوزينها، وده بيعمل خلاف مع مطور شركه التشغيل، ما ينفعش توازن ما بينهم. شركه التشغيل هي اللي بتقول، شركه التشغيل بتقول انا هفتح ده يفتح البيزنس ده اسمه تالنت ميكس. في شركات معينه بتقول لا ده هيفتح اكسسوارات موبايل، ما تقدرش تغيره بيزنس تاني، ما ينفعش يبقى جزار مثلا، ما ينفعش يبقى مش عارف مين، في انشطه معينه ممنوعه، هي ممنوعه مع نفسك. ده بيمضي عليه في العقد. ازاي اوصل لطريقه ان العميل ما يختفيش او يشتري من ورايا لما تبني معاه علاقه ثقه؟ اسلام بيسال سؤال حلو جدا. اسلام بيقول ازاي اوصل لطريقه ان العميل ما يختفيش او يشتري من ورايا لما تكون في علاقه ثقه بينك وبينه، مش هيسيبك، هيكمل معاك ان شاء الله يعني. ايه السبب اللي يخلي الاعلام بيحارب قطاع العقارات الفتره السابقه؟ نفسي والله افهم ليه، يعني حاجه غريبه الشكل. الاعلام وبعض الاقتصاديين اللي المفروض ناس محترمه هم عايزين يحاربوا العقار. طب يا جماعه العقار ده 20% من الاقتصاد في مصر، ده بكلامهم. بيقول لك لا النسبه الامنه تكون 10% ما تكونش 20. يا سيدي احنا للظروف حصلت بقينا 20%، تروح انت موت ال 20% دي عشان خاطر بقيه القطاعات تشتغل؟ طب هي مش شغاله يا اخي، ما تسيبها تشتغل يا جدع. حاجه غريبه والله العظيم. انا شغال ريسيل شقق وعقارات داخل مدينه المنصوره وخايف من خطوه المشاريع، ازاي اشتغل برايمري وتنصحني ابدا ازاي؟ محمد عبد الرازق. يا باشا اشتغل اللي انت عايزه، اشتغل تطوير، اشتغل في التطوير، اشتغل في البرايمري، اشتغل في الريسيل، اعمل اللي انت عايزه. اللي شايفه فرصه قدامك اتحرك فيه، خايف من ايه؟ اللي شايفه قدامك فرصه توكل على الله على طول. هل سوق العقارات في ركود؟ اه احنا في ركود للاسف. بالمناسبه في ناس بتشتري، ركود مش معناها ان مفيش شراء، في شراء وفي بيع بس ابطا بكتير، اقل بكتير. العميل اللي بيشتري اللي بيدور على فرصه وعايز علاقه قويه، عايز الاثنين دول. ازاي احسب للعميل العائد من شراء محل في مول استلام سنه؟ بتحسبه على اقرب مول تم بالفعل. ازاي احسب الار او اي؟ بحسب الار او اي بحاجه حصلت، مش بحسبه بمول لسه هيتنفذ. ليه؟ لان انا لما بحسب ار او اي بحسبه على 5 او 10 سنين، فانا عايز حاجه من 5 سنين او من 10 سنين. خلاص، فبحسب الار او اي من هنا. ازاي ابدا في المجال؟ انا تانية كليه بزنس. انك انت احمد يا كمال، انك انت تحاول تتابع الكورسات مثلا بتاعتنا، تتابع السيشنز دي، تدخل معانا كورس من الكورسات اللي احنا بنقدمها احنا او اي حد مدرب مبيعات عقاريه يعني. خلاص، وانك انت تشتغل في شركه بتكون بتعلم اكتر من انها، يعني حتى لو كانت بتدي مرتبات ضعيفه، انها تكون بتعلم. ابو سلمان بيقول لي انت شغال تطوير؟ شغال تطوير يعني عندي شركه تطوير عقاري؟ لا، انا استشاري
تطوير لشركات التطوير العقاري والتسويق العقاري. عميل بيقارن الاوف بلان بالاون بلان اللي متأجر، على علم الاون بلان ضعف ثمن الاوف بلان. هو طبيعي يكون اون بلان او الحاجات اللي استلام حقيقي او فوري. اون بلان اكيد سعرها هيبقى اغلى بكتير من الاوف بلان. اتكلم عن السعر واتكلم عن الصفات والفوائد بتاعت العقار. طيب ليه العميل بيشوف مسج التفاصيل للوحده ما يردش؟ عشان انا ما بنيتش معاه علاقه ثقه. لما ابني معاه علاقه ثقه هخليه يرد عليا. طيب هنكتفي بهذا القدر. خلوا بالكم من نفسكم، اشوفكم على خير جميعا. السلام عليكم.